المؤتمر أعتقد أنه خطوة هامة في طريق التعريف بمشروع الأستاذ عبد السلام ياسين. مؤتمر ناجح تنظيميا، وناجح في تحقيق فكر الأستاذ عبد السلام ياسين. اكتشاف المنهاج النبوي واكتشاف عظيم جدا. نظرية المنهاج النبوي المثل الأساس لهذه الفكرة هو القرآن الكريم. أهمية المؤتمر أيضا أنه قد ساهم في معاودة قراءة الإرث الفكري والسياسي للعرب والمسلمين. المؤتمر شكل نقلة نوعية لإيصال فكر الأستاذ عبد السلام ياسين. نتمنى أن ينشر أعمال هذا المؤتمر حتى يتمكن جميع المواطنين من الاطلاع عليه. القرآن الكريم هو المحور الأساس في النظرية التغيير التي قال بها الأستاذ عبد السلام ياسين. إن شاء الله المؤتمرات فيها خير كثير من أجل توحيد المسلمين في أرجاء المعمورة. الوفاء لهذا الرجل لأنه قدم الشيء الكثير لهذه الأمة الإسلامية. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما يقال في هذا المؤتمر وبالمشاركة. الشيخ عبد السلام ياسين ليس ملكا للمغرب فقط، إنما هو أحد أعلام هذه الأمة، وهو ملك للأمة الإسلامية كلها. أقول إن تأملي قد كانت فرصة طيبة جدا وسانحة لأن أطلع على كتابات الشيخ عبد السلام ياسين وعلى البعد اللغوي والاصطلاحي في منظومته الفكرية، بحيث يمكن الحديث عن معجم لغوي خاص بفكر الشيخ عبد السلام ياسين، معجم في العلوم السياسية، معجم لغوي في العلوم السياسية والسياسة الشرعية، ومعجم لغوي في الروحانيات أو في المجال التربوي. التغيير يقر هو نفسه أن أولويات هذه المطالب تتزاحم على الأسبقية، كل منها يريد أن تعطاه الأسبقية في هذا السلم، في سلم الأولويات، إلا أن أستاذنا يعطي اللغة مطلقا، يعطيها الصدارة في لائحة هذه المطالب. اللغة العربية المشرفة عنده هي النقيض التام والنقيض المطلق للغة الضاد القومية المؤليكة. ومن وجهة فقهية أصولية تتبعت الفكر الفقهي عند الشيخ ياسين حفظه الله تعالى، فوجدت فيه إسهاما واسعا ودقيقا في الفكر الفقهي والفكر الاجتهادي والفكر الأصولي والفكر المقاصدي. وسأشير إلى أن القرآن الكريم كان هو المركزية والمحورية التي دار عليها الفكر الفقهي للأستاذ ياسين من خلال الثلاثية التي يركز عليها كثيرا، ثلاثية الشورى والعدل والإحسان. فهو حينما يتحدث عن العدل والإحسان يقول نسائل التجارب الفقهية ونسائل الاجتهاد، محاولات الاجتهادية عن الإحسان وعن العدل وعن الشورى. كانت الافتتاحية بمشاركات راقية جدا ومؤثرة إلى حد الدموع في بعض الأحيان. فالحمد لله نحن في الحقيقة لم نكن ننتظر هذا النجاح لهذا المؤتمر بهذه الطريقة، لكن نحن أيضا فوجئنا وبهرنا أيضا بهذا النجاح لهذا المؤتمر. هذا المؤتمر يجسد رابط وعودة إلى الجذور، ونحن في تركيا في مركز العلاقات العربية التركية لنا رسالة أننا نعيد الأخوة بين جناحي الأمة في تركيا والعالم العربي والإسلامي، وهذا المؤتمر يساهم في إنجاح هذه الجهود.
This conference is a good chance to share my experience of studies on the contemporary Islamic thoughts, and also after my return to make some progress in the studies of this topic in Eastern Europe. So hopefully for other conferences, for the forthcoming conferences on Abdus Salam Yassin, there will be more people from the Eastern Europe who is interesting for this topic, because this trends gives us some solutions for the Islam in countries of the Eastern Europe, like Ukraine, like Russia, like Balkan states and others. معلوم أن ما وجدناه في المدونة المدروسة يتعلق أساسا بضرورة إعادة تأسيس علاقة جديدة بيننا وبين التراث، قراءة تقوم على النقد والتجاوز، تقوم على صياغة عقل سياسي عربي جديد يقر بأن الحكم هو مسؤولية وليس تشريف، يقر بأن العلاقة بين الحاكم والمحكوم يجب أن تتأسس على علاقة تعاقدية بمقتضاها يلتزم الحاكم بجملة من الواجبات التي يؤديها تجاه جمهور المحكومين. ونبهنا في هذا الإطار إلى جرأة الأستاذ عبد السلام ياسين في نقد النظام الحاكم، في نقد الاستبداد، وفي الدعوة إلى الخروج بالشورى من كونها معلمة إلى كونها ملزمة، ودعوته إلى تشريك المسلم في رسم معالم الشأن العام. والله العظيم ما شاء الله ما ترك صغيرة ولا كبيرة إلا يعني خاصة فيما يخص اللغة العربية، وفيما يخص تعلم اللغة العربية وتعلم اللغات الأجنبية، لغة التكنولوجيا، من أجل نشر الدين على الصفة السليمة والصحيحة. هذا بحث شامل متكامل لرجل وعن أفكار رجل من أعلام التاريخ ومن عمالقة التاريخ، وقد كثف جهوده ونذر أوقاته للدعوة الإسلامية والعمل الإسلامي وتنشئة الجيل المسلم. التركيز على بناء المنهاج الدعوي على مركزية القرآن والانطلاق بهذه المعاني العظيمة لا شك بأنه سوف يعين في تجديد الرؤية، يعين في ترسيخ الهوية، يعين في قوة الانطلاق التي تدفع بإذن الله تعالى إلى مزيد من الإصلاح في مجتمعاتنا، مزيد من التجديد والعطاء الذي تتطلع له الأمة، فالقرآن هو المنطلق. I downloaded all books of Imam Abdul Salam Yassin and read thoroughly those books, and I find them very pregnant with thoughts, very high thoughts, and then decided to make an analysis upon the Islamic State, the thoughts presented by Imam Abdul Salam regarding Islamic State, and then I make an analysis of those thoughts because Islamic State is my and I am very interested in the topic of Islamic State, and had written a lot of, also completed a thesis upon it of masters, and afterward also wrote many articles on Islamic. فهذا المؤتمر يحقق هدفا كبيرا من الأهداف التي ينشدها الأستاذ عبد السلام ياسين في مؤلفاته، وهذا المؤتمر يحقق كذلك هدفا آخر، وهو التعريف بفكره وجعله فكرا عالميا بعد أن كان فكرا محصورا على منطقة جغرافية معينة ولأسباب لا نحب أن نتحدث عنها، لكن هذا المؤتمر خطوة كبيرة من أجل تعريف العالم الإسلامي بهذا الفكر وبهذا المفكر، فهذا حقه وهذا حق المسلمين عليه أيضا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ولا شك أن عمق التفسير في القرآن الكريم، وأن عمق التأويل فيه، وأن دراسته دراسة عميقة كما فعل الأستاذ الشيخ عبد السلام ياسين حفظه الله تعالى، فقام على مركزية منهاج القرآن الكريم في حياة الإنسان المسلم. تشرفت بالسكن في مدينة سلاء بجانب الشيخ
في فترة دراستي هناك في المغرب، وكنت أمر بجانب بيته عدة أيام، ولكن الحقيقة لم أتشرف بلقائه نظرا للظروف التي كانت مصاحبة في ذلك الوقت يعني. ولكن الحمد لله سبحانه وتعالى أن من علي بلقائه في هذا المؤتمر من خلال كتبه ومؤلفاته وأفكاره، وأيضا البحوث الكثيرة التي قدمت حوله. حاولت قراءة كتب الأستاذ عبد السلام ياسين بالاستيعاب، وبينت بأنه كيف ما مدى استنباطه من القرآن الكريم، وكيف هو يحاول أن يأتي بحلول لمشاكل معاصرة. ولا شك أن هذا المؤتمر سيفتح أبوابا علمية كثيرة للاهتمام أكثر بفكر الأستاذ ياسين، بمركزية السنة النبوية كذلك في فكره، وبمركزية التاريخ في فكره. والذي يتصفح المنهج النبوي خاصة وكتب الشيخ عبد السلام ياسين عامة يجد النفس الإيماني واضحا، ويجد النفس الشعوري الواثب نحو الأخذ بيد الأمة إلى مدارج الترقي، أي إلى أن تحتل مكانتها الطبيعية التي أرادها الله تبارك وتعالى لها، ولكن على أساس أن تستمد هذا المنهج وأن تستمد مسيرتها من أصولها من القرآن ومن السنة، أي من ما سماه الشيخ عبد السلام ياسين بالمنهج النبوي. أن يتعرف العالم المسلمون العالم على أفكار الأستاذ عبد السلام ياسين كما تعرفوا قبله على أفكار الإمام البنا، ونحن نلاحظ حقيقة أنها أفكار واحدة ومتقاربة، لأن هذه هي التي تعبر عن الإسلام الوسطي، عن الفهم الحقيقي للإسلام. النظرية التي يستند إليها الشيخ عبد السلام ياسين في مقاربته لمعركة النهوض الحضاري ولمعركة العمران، أصلها الأصيل هو كتاب الله عز وجل. لا يمكن للنظر الفقهي سواء في قضايا النهوض الحضاري من جهة الإصلاح أو من جهة البناء العمراني أن يكون مصيبا ومنتجا إلا إذا استند إلى الهدي القرآني. تم في هذا المؤتمر مناقشة الكثير من الأوراق العلمية الجيدة التي سطر فيها كثير من الباحثون أفكار الأستاذ عبد السلام ياسين في مختلف النواحي العلمية، سواء ما يتعلق بنظام الحكم، سواء ما يتعلق بإدارة الدولة أو المجتمع. كان لا بد من إبراز أيضا النفس الجمالي الذي يدعو له الأستاذ عبد السلام ياسين في الجانب الفني والجانب الذوقي إذا صح التعبير، وكانت مشاركتي في إبراز هذا النفس مع فرقة تركية وفنان تركي أستاذ أندردوغان. شكرا للإخوة المنظمين على ما بذلوه من جهود في سبيل إنجاح هذا المؤتمر. نتمنى أن تتلوه خطوات أخرى وأن يصبح عادة بين الفينة والفينة تعقد مثل هذه المؤتمرات للتعريف بهذا الفكر ولتقديمه للشباب. في آخر هذا المؤتمر المبارك أجدد الشكر لجميع من شارك من قريب أو من بعيد في إنجاح هذه التظاهرة، واسمحوا لي أن أخص بالشكر الإخوة في تركيا وعلى رأسهم الإخوة في إيساف الذين بذلوا لنا كل العون وكل النصح وكل الإرشاد من أجل أن ينعقد هذا المؤتمر بهذه الطريقة. شكر الله لكم جميعا جهودكم، وفقكم الله جميعا. أسأل الله عز وجل أن يمن علينا بلقاءات أخرى وبجولات أخرى في فكر هذا الرجل وفي فكر غيره من هؤلاء الأفذاذ المجددين الذين يبعثهم الله تعالى ليجدد بهم أمر هذه الأمة. والسلام عليكم.